السلام عليكم. اختاريت اليوم نقدم لكم بسطيله بالدجاج. غنحتاجو فيها دجاج منقي ومغسول محيد ليه الجلده، 5 البيضات، بزار، ملحه، سكنجبير، الخرقوم وزيت المائده وجوج بصلات مجلدين والقرفه والربيع وسكر كلاصي، سكر ثقيل، الكاوكاو مهرمش وورقه البسطيله والزبدة دهن ورقة البسطيلة. نبداو على بركة الله نحضرو. غنعمل الدجاج بالطنجرة، غنزيدو عليه جوج بصلات المشلوضين، غنزيدو التوابل، البزار، الملح، سكنجبير، الخرقوم والروز الصناعي، كنزيدو الربيع، وكنزيدو الزيت المائدة غادي نديرو يتشحر شويه ويطيب. من بعد ما طاب الدجاج ديالنا حيدناه من المرقه وخليناه حتى نشف مزيان، عاد فرتتناه كما كتشوفوا في الصوره وخلينا ديك المرقه ديالو حتى نشفات مزيان وزدنا عليها 5 ديال البيضات وبقينا كنحركو حتى نشفات دوك البيضات وطابوا مزيان وخليناهم حتى هما تقطروا من ديك المرقه. ضروري تكون ناشفه مزيان باش ما تخسرش لينا ورقه البسطيله. بالنسبه للمول خاصو ضروري يكون مدهون بالزبده مزيان باش ما تلصقش لينا الورقه. بالنسبه للتفريشه الاولانيه غادي نحاولوا نحطوا الورقه هكا كما كتشوفوا معايا، الورقه الثانيه هكا، الورقه الثالثه هكا، غادي ندهنوه بشويه البيض، عفوا بشويه الزبده. من بعد ما حطينا دوك 3 د الوريقات غادي ندهنوهم بالبيض مزيان باش يلصقوا لينا. غنجيبو الورقه الاخرى غنحطوها في الوسط هكا وغنثبتوها مزيان. غنجيبو الطبقه الاولى ديال المرق ديال التفتيت ديال الدجاج، غنضيف عليهم الطبقه الثانيه ديال المرق ديال الدجاج مع البيض. وفي الاخير غادي نضيفو الطبقه الثالثه ديال
هكا اللي سلقناه من قبل وسلقناه وحيدنا ليه القشور وحمرناه وطحناه مع شويه القرفه وشويه ديال السكر ثقيل. غادي نضيف واحد الورقه الفوق، غادي ندهنها بالبيض مزيان. غادي نجمع هاد الاطراف اللي كاينين في الجناب. غادي نلصق هاد الجوانب مزيان بالبيض. غادي نديرو اخر ورقه اللي غنثبتو في الجناب. غادي ندهنها بالبيض من الفوق. ندخلها للفران طيب حتى تنضج ونتلاقاو نقدموا عليكم بالصحه والراحه. ها هي البسطيله ديالنا بعد ما طابت من الفران وخرجناها. اختاريت انا نزينها بالسكر الثقيل وشويه القرفه من الفوق. نتوما لكم الاختيار، ممكن تزينوها باي طريقه حبيتم. وما تنساوش الدعوات ديالكم وشاركوا الوصفه ديالي مع الاصدقاء ديالكم، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه.